اشتغلت مع مديرين قبل كده، واحد فيهم علمني ازاي المؤسسات بتقع، والتاني علمني ازاي الناس بتنجح. انا محمد فوزي، واحنا هنا بنفهم الافكار العميقه اللي في الكتب، مش بنلخصها ولا بنقراها، احنا بنحولها لمعلومات نطبقها في حياتنا كل يوم. انا كنت شغال في مؤسسه كبيره، وكان عندي مدير عنده مبدأ غريب جدا. كان دايما بيقول ما تفتحش في المقفول وما تصحيش الميت. يعني ايه؟ يعني سيب المشكله لحد ما تكبر وتظهر لوحدها. وكنت كل ما اروح اقول له لازم نحل الموضوع ده، كان بيأجل ويأجل، وفي الآخر المشاكل تراكمت وانفجرت في وشنا. سبحان الله، الميت بعد ما مات واتكفن واتدفن صحي تاني. بعده جه مدير تاني، فرق السما من الأرض، منظم دقيق، بيهتم بكل تفصيلة. أي مشكلة صغيرة بيتعامل معاها فورا، مش بيستناها تكبر ولا بيستنى الأزمة تحصل. والنتيجة إيه؟ نفس الشغل، نفس الناس، بس المرة دي أنجزنا أكتر في وقت أقل. وساعتها فهمت إن المشكلة مش في الشغل، المشكلة في الإدارة. أكبر غلط بتعمله كل يوم إنك بتعيش وتفكر يوم بيوم، وده بيخليك تبقى رد فعل، مش تبني اتجاه وتتحكم في حياتك. الناس الناجحة مش بيسألوا أنا هعمل إيه النهاردة، لأ، هم بيقولوا أنا عايز أحقق إيه الأسبوع ده. فرق بسيط بس بيغير حياة كاملة. وده الجدول التاني اللي شرحناه في الفيديو اللي فات، اللي هو الاهتمام بالأشياء الهامة غير العاجلة. وده اللي بيفرق ما بين المدير الناجح والمدير الفاشل. المدير الناجح حياته بتتمحور في الجدول اتنين، وهو الاهتمام بالأشياء الهامة غير العاجلة، فيدع الخطط والإجراءات الوقائية. لكن المدير الفاشل بيفضل يأجل الأشياء لحد ما تصبح قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت. وحياته بتتمحور في الجدول ألف، اللي هو الاهتمام بالأشياء الهامة العاجلة، ويصبح مدير أزمات. بدل ما تقول أنا هشتغل وخلاص، قول أنا الأسبوع ده لازم أتمرن 3 مرات، أتعلم مهارة أو حاجة جديدة تنفعني، أدي وقت للناس المهمة، أقضي وقت مع أهلي، وبعدين ارجع ووزع كل ده على أيامك. في مهارة محدش بيتكلم عنها، بس هي سر أي نجاح، إنك تقول لأ. كل نعم بتقولها لحاجة تافهة ملهاش قيمة، هي لأ لحاجة أهم في حياتك، وبتسرق وقت الحاجة المهمة دي. وزي ما قال إم جرام اللي أفنى حياته في البحث عن عامل مشترك ما بين الناجحين، واكتشف إن العامل ده مش في الكد في العمل ولا الحظ ولا العلاقات الإنسانية رغم أهميتهم، لكن العامل المشترك ما بين جميع الناجحين هو قيام بالأشياء الأهم فالمهم. وقال من عادة الأشخاص الناجحين القيام بالأشياء التي يبغضها الأشخاص الفاشلون رغم بغضهم لها، ولكن هم بيخلوا هدفهم في مرتبة أعلى من مرتبة بغضهم لها. تخيل كده، كل مرة بترد فيها على حاجة مش مهمة، انت حرفيا بتأجل حياتك الحقيقية. مش مجاز، ده واقع. ناس كتير فاكرة ان النجاح في الشغل والفلوس بس، لكن الحقيقة الفلوس والشغل مش هيعوض لك صحتك اللي راحت ولا زواجك الفاشل. توازن مش رفاهية، ده أساس. خليني أحكي لك حاجة. أب كان بيعمل كل حاجة بنفسه، شغل، تنظيف، تفاصيل صغيرة، وفجأة قرر إن هو يفوض ابنه في تنظيف حديقة المنزل. بس بدل ما يقول له ازرع، اسقي، نظف، قال له أنا عايز الحديقة تبقى جميلة، ولو احتجت مني مساعدة قول لي وأنا هساعدك في وقت فراغي. وسابه يشتغل. في الأول الابن غلط واتلخبط ونسي، ما كانش عارف يعمل إيه، بس الأب ما اتدخلش. ليه؟ لأن هو كان بيبني شخص مش بيصلح نبات. لحد لما الابن طلب المساعدة، فالأب ساعده بتوجيهات بسيطة. مع الوقت الابن فهم وتعلم وبقي مسؤول. وده الفرق ما بين واحد بيدير شغل وواحد بيبني ناس. ده اسمه تفويض بالنتائج، وهو ادي الهدف مش الطريقة، على عكس التفويض الساعي اللي هو بتفوض حد بحاجة وتقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، ولما تعمل كذا قول لي عملت ايه ووريلي النتيجة. ده هنا ما يعتبرش تفويض حقيقي، لانك بتتابع كل حاجة بنفسك فبتحمل نفسك مسؤوليتها. انت لما بتعمل كل حاجة بنفسك انت مش قوي، انت محاصر. لكن لما تفوض بتكبر، توفر وقت، تتحرر،
بتطلع لمستوى أعلى وبتخلي غيرك تكبر معاك. الشخص الناجح بيحقق 80% من النتائج عن طريق 20% من الأنشطة فقط، وده احنا بنسميه في علم إدارة الوقت بنظام باريتو. أنا شفت بعيني إزاي نفس الفريق ممكن يفشل أو ينجح، مش بسبب الشغل لكن بسبب طريقة التفكير. فالسؤال هنا، أنت بتدير حياتك ولا سايبها تتراكم لحد ما تصبح قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت؟ الخلاصة بسيطة جدا، مش اللي بيعمل أكتر هو الناجح، الناجح هو اللي بيعمل الصح في الوقت الصح وبالطريقة الصح. لو عاوز تنجح في حياتك ركز على الأشياء المهمة غير العاجلة، خطط أسبوعيا، فوض بذكاء، ولو وصلت لهنا قول أنا هبدأ أتحكم في يومي، أنا مش هأجل تاني. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير عشان غيرك يستفيد.